أسرة برنامج مجلة الثقافة والفن تزور نعيمة سميح. شكرا. وطبعا الإخوان كلهم كيعرفوا بلي نعيمة سميح تعاني من مرض معين وكتحتضنها أو كيحتضنها سرير في إحدى مصحات مدينة الرباط. فالأخت نعيمة سميح طبعا ما بغيناش نرحقوها بالكلام، ما بغيناش تقول بزاف بالكلام نظرا لأنها مازال متروبة. لا ما كاين مشكل بالعكس. ولكن بغينا نطلبوا منك تعطينا واحد الصورة واضحة على شنو المرض اللي فيك، ثم النوع ديال العلاج اللي كتعالج يا نعيمة. نوع المرض هو عندي فقر الدم وعندي القلب وليك خاز دونيغ. نعم، يعني حتى الحالة العصبية كنكون واقفة متعصبة بزاف. نعم. الأخت نعيمة لاحظت على أنه حالتك يعني كتمشي في الأحسن وكنت الحمد لله. أنا كيف دخلت النهار الأول دابا 15 يوم و 16 يوم وأنا في مستشفى حسان، ودابا الحمد لله شوية. نعم. الأخت نعيمة كيف قلت المقدمة ما خصناش نطولوا معك بزاف الهضرة. باسم الدار كلهم وباسم الجمهور ديالك بصفة خاصة كنتمناو لك الشفاء العاجل بحول الله، باش ترجع للجمهور ديالك يحتضنك بالاحضان وتقدمي له اغاني جديده. ثم واش يمكن في هذه المناسبه تسمح لنا تختاري شي اغنيه من الاغاني ديالك ندوزوها من الدار خصوصا للجمهور ديالك؟ الا كانت بالحق. نعم. جريت اللي مع الاستاذ عبد القادر الوهابي. نعم، يعني اخر القطعه ديالك حتى اخر القطعه ديالك حتى الان. اخت نعيمة كنتمناو لك الشفاء حتى اخر يوم. وانا بدوري كنشكر الإذاعة والتلفزة اللي قامت بهذه الزيارة. هذا واجبها نعيمة. وكنقول لهم سنة سعيدة ودويو معايا في الشفاء. هذا ما غادي. شكرا نعيمة. نسلم الوالد ديالي لأنني أنا في الرباط ماشي في الدار البيضاء.